لو انت عايز تعرف اسرار بناء العادات وازاي اصلا تقدر تبني اي عادة عندك، وتعرف ازاي تبني اي عادة كويسة في حياتك انت عايزها، او تتخلى اي عادة وحشة في حياتك انت مش عايزها، وليه اصلا لازم تبني عادات كويسة في يومك، يبقى الفيديو ده ليك. اهلا بيك، معاكم عبد الرحمن ابراهيم، وان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نكون اي عادة في حياتنا، ونقدر ازاي نبني اي عادة في حياتنا ايا كانت ايه، او نتخلى عن اي عادة سيئة في حياتنا. المهم اغلب حضراتكم دلوقتي هيسألني ويقول لي هو ليه لازم نتعلم كيفية بناء العادات؟ ليه لازم نتعلمه؟ يعني هيفيدنا في ايه في حياتنا؟ بص يا سيدي، انت مستحيل تعرف تنجح في اي حاجة في الدنيا الا لو انت بتعرف تبني عادات كويسة في يومك او تتخلى عن عادات سيئة في يومك. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك على سبيل المثال، تخيل معايا لو انت طالب، هتعرف تنجح وتعدي الامتحانات وانت ما بتذاكرش؟ هتقول لي ايه ده؟ طبعا لا. هقول لك طب هتعرف تنجح وتعدي الامتحانات وتطلع بترتيب على المعهد بتاعك او الكلية وانت ما بتذاكرش؟ هتقول لي طبعا لا. هقول لك بس اقف هنا، حلو قوي. ما سألتش نفسك قبل كده ايه الفرق اللي ما بينك وما بين الشخص اللي بيطلع الاول على دفعته، ان كان بقى في المعهد او الكلية؟ ها، عارف ولا مش عارف؟ شكلك مش عارف. المهم الفرق الوحيد اللي ما بينك وما بين الشخص اللي بيطلع الاول على دفعته، ان الشخص اللي بيطلع الاول على دفعته ده بيعرف يبني عاداته في يومه. يعني اي عادة عايز يبنيها بيعرف يبنيها، واي عادة عايز يتخلى عنها او مش عايزها في حياته بيعرف يسيبها. هتقولي صدعتني عمال تقول لي بناء عادات بناء عادات، قول لي ازاي ابني عاداتي؟ هقول لك لو ما تستعجلش، ده هي الخطوة الجاية اهي. المهم بالنسبة لتاني حاجة معانا، وهي كيفية بناء العادات. ازاي اصلا العادات بتبنى؟ طبعا اغلبكم دلوقتي بيقول عليا ان انا نايم في ميه الملوخيه. يعني ايه العادات بتبنى؟ هو احنا مكنه هنبني؟ يعني انا عايز افهم ازاي دماغك سورت لك تفكر بالطريق ده. نبني ايه يا عم؟ هو احنا فين هنا يا عم؟ نبني ازاي؟ فانت وصلت بناء العادات هنبني وهنهدم؟ الطم يا ابني. بص، انا هقول لك الموضوع بكل بساطه، اديني تركيزك وركز معايا وانت هتفهم كل حاجه. كل البشر، اي بني ادم عنده منطقه اسفل المخ اسمها العقد القاعديه. العقد القاعديه مكانها بيبقى في الحته دي كده، شايفها دي؟ مهمه العقد القاعديه دي يا سيدي انها بتسجل العادات او الحاجات او الافعال او الكلام ايا كان اللي انت بتعمله من اول ما بتصحى لغايه ما بتنام. والله مثلا على سبيل المثال، انت بتصحى من النوم تغسل سنانك. يعني انت بتصحى من النوم تقوم غسل سنانك، تقوم متوضى ومصلي ومذاكر. انا والله كل يوم مثلا بصحى من النوم اعمل كده. تقوم هي مسجله كده في العقد القاعديه دي، مسجله كده انك كل يوم بتصحى تغسل سنانك تتوضى وتصلي وتخش تذاكر. فيقوم انت مع الايام ومع تكرار الحاجات دي تبدا انك تعملها بشكل لا واعي، تلاقي نفسك بتصحى من النوم تخش تغسل سنانك تتوضى وتصلي وتقوم قاعد مذاكر من غير اي تفكير ولا اي جهد ولا اي تعب ولا اي حاجه. دي مهمه العقد القاعديه، بتسجل الحاجات اللي انت بتعملها طول ال 24 ساعه ويوميا علشان تعملها بسهوله واسهل من كده. طبعا انت دماغك دلوقتي عماله تقول لك انت مش فاهم حاجه، واقفل الفيديو ومطلع لك حجه انك ما انتش فاهم حاجه وعمال تلطم دلوقتي. بص يا سيدي، انا اقول لك نقطه مهمه جدا، اقسم بالله انك لو فهمت النقطه بتاعت بناء العادات وازاي العادات بتبنى، اقسم لك بالله حياتك تتغير 360 درجه، والقسم ده ربنا هيحاسبني عليه يوم القيامه. وانت بنفسك لو اتعلمتها صح هتشوف التغيير في حياتك، وانت اللي هتقول كده. فمش عايزين نرغي كتير، وانا عايز اقول لك كلمه مهمه قلتها قبل كده وهقولها وهفضل اقولها طول حياتي. انا هدفي الوحيد والاساسي والاول في القناه دي ان انت تخرج من الفيديو ده فاهم كل كلمه اتقالت، مقتنع بيها ومتسجله في عقلك، وانت بص بكل اريحيه وانت فهمت والله هو قال كذا كذا، ايوه انا فاهم وقادر اطبقه على حياتي. اكتر من ان هدفي انك تتفرج على الفيديو للاخر. ربنا وحده اللي يعلم نيتي والله، وانت الاهم. يعني انا اهم حاجه بالنسبه لي انك تخرج فاهم اكتر من انك تتفرج على الفيديو للاخر.
علشان كده ركز معايا وانت هتفهم كل حاجه. شوف يا سيدي، هديلك مثال علشان تفهم. تقدر تقول لي انت فطرت ايه امبارح؟ طب تقدر تقول لي انت لابس ايه دلوقتي؟ استنى، اوعى تبص، انت ما تبصش على هدومك. مش المفروض انت اللي مطلع الهدوم دي من الدولاب وانت عارف انت كنت جايب ايه ولابس هدوم شكلها ايه؟ صح ولا غلطان؟ طب يا سيدي سيبك من دول، تقدر تقول لي اخر فرح انت روحته كان امتى وفاكر فيه ايه؟ طبعا احنا مش بنضيع وقت في الاسئله دي وهتفهم دلوقتي. بالنسبه لاول سؤالين، انت كنت فاطر امبارح وايه الهدوم اللي انت لابسها دلوقتي؟ تقدر تقول لي انت ما كنتش فاكر ليه؟ اقول لك انا، علشان انت في العقد القاعديه بتشوفك كل يوم بتقوم من النوم بتفطر وانت بتغير كل يوم، فده متسجل في العقد القاعديه عندك انها عاده عندك، انك في يوم ما بتفطرش فيه لا بتفطر كل يوم، طب في يوم ما بتغيرش فيه لا بتغير كل يوم حتى وان كان يوم ويوم. فهي العقد القاعديه مسجله انك بتفطر مثلا كل يوم، بتسجل كل بتلبس كل يومين مثلا او كل يوم على حسب. فانت دي حاجه بتعملها على طول باستمرار، فاتسجلت في العقد القاعديه وبقيت تعملها انت بشكل لا واعي، بدليل انك مش فاكر انت فطرت ايه ومش فاكر الهدوم اللي انت كنت لابسها شكلها ايه، مع انك انت اللي كنت جايب الهدوم. طبعا انت بصيت عليها؟ لا، انا بقول لك قبل ما تبص عليها. بالنسبه للفرح بقى، اخر فرح انت روحته، طبعا الفرح كان من شهور او من ايام، انت فاكر فيه كل حاجه وفاكر كل تفصيله في الفرح، وفاكر انت كنت رايح مع مين، وفاكر انت سلمت على مين، وكنت قاعد مع مين، ورقصت مع مين، و الى اخره. تقدر تقول لي ليه؟ انت لو ركزت هتلاقيها سهله اهي. ليه؟ لانك الفرح ده مش عاده عندك، انت مش كل يوم في فرح، انت مش كل يومين في فرح، انت الفرح ده كل فين ولا فين، انت مثلا كل شهر سنه ايا كان، بس مش عاده عندك، فبالتالي انت فاكر فيه كل حاجه لانك كنت بتعمله بشكل واعي، يعني لانها ما كانتش عاده عندك وبتعملها باستمرار. بص يا سيدي، في نص دقيقه كده عشان لو انت تهت مني ومش فاهم حاجه، في منطقه في اسفل الدماغ هنا اسمها العقد القاعديه. المنطقه دي مهمتها انها تشوفك بتعمل ايه في ال 24 ساعه بتوعك طول اليوم، يعني كل يوم، وتسجله. والله انت بتصحى من النوم بتغسل سنانك تتوضى وتصلي وتذاكر كل يوم، فبالتالي على مدار الايام مع كتر مع الايام انك بتعمل الفعل ده ايا كان ايه، العقد القاعديه بتسجله وبتخليك تعمله بشكل لا واعي، بيتحط في العقد القاعديه وبتعمله من غير تفكير. وشرحت لك 3 امثله، انت فطرت امبارح وانت لابس ايه واخر فرح انت كنت فيه. لو مش فاهم رجع الدقيقتين دول وانت هتفهم كل حاجه. في بقى ملحوظه مهمه جدا جدا لازم تاخد بالك منها. لو خدت بالك في اول كلامي انا قلت ان العقد القاعديه بتسجل الفعل او الحركه او العاده او الكلام، اي حاجه انت بتعملها باستمرار. خدت بالك؟ انا قلت الفعل، يعني ان كان الفعل ده حاجه حلوه او حاجه وحشه. كنت انت مثلا بتحاول انك تكون عاده عندك، قراءه عاده حلوه، او بتحاول تكون عاده سيئه، مثلا على سبيل المثال مثلا شرب السجاير، على سبيل المثال مثلا اي حاجه. فهي بتسجل اي حاجه انت بتعملها ان كانت حلوه او وحشه، يعني زي ما انت الحاجه الحلوه هتعملها بسهوله، الحاجه الوحشه برضه هتعملها بسهوله. فخد بالك من النقطه دي، هي بتسجل اللي انت بتعمله، وهي مالهاش دعوه بقى حلو او وحش، انت بتعمل وهي بتسجل. ماشي؟ المهم بعد ما عرفنا ازاي العادات اصلا بتكون عاده، وامتى بتكون بشكل لا واعي وامتى بتكون بشكل واعي، وايه هو دور العقد القاعديه في تكوين العادات، هننتقل بقى لنقطه مهمه جدا وهي سؤال الحلقه، وهي يا عم انا عمري في حياتي ما كونت عاده عندي في اي حاجه، ولا اعرف ازاي اصلا العادات بتبنى ولا بتكون. هل في طريقه تساعدني اني اكون اي عاده انا عايزها بسهوله وبسرعه عن اي حد؟ هقول لك طبعا في 4 نصائح مهمين لأي شخص عايز يكون عادة في أي حاجة، هيساعدوه إنه يكون العادة دي بشكل أسرع وأسهل. فركز معايا وأقولهم لك بسرعة كده اختصارا مع الوقت يعني. أيوة نسيت أقول لك، أول سر معانا وهو اجعل العادة واضحة. ركز، اوعى تتوه مني، اوعى. وليكن على سبيل المثال أنت عايز تخلي القراءة عندك عادة. أول قانون معانا هيساعدك تكون أي عادة في حياتك هو اجعلها واضحة. طبعا هتقول لي يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه، انام بالكتاب يعني ولا اعمل ايه؟ هقول لك لا طبعا، انا والله عايز اكون عاده القراءه. هقوم قاعد ما بيني وما بين نفسي افكر ايه احسن وقت بالنسبه لي اقرا فيه. هلاقي مثلا انه احسن وقت بالنسبه لي اللي انا ببقى فاضي فيه اللي هو قبل النوم، قبل ما اخش انام يعني.
هقوم جاي كل يوم وانا داخل انام افتح الكتاب واقرأ الصفحات اللي انا محددها لنفسي، واخلي الكتاب على السرير علشان اقعد على السرير اشوف الكتاب اقوم قارئ فيه على طول. وبكده تبقى العادة واضحة، يعني مش صعبة. يعني ما هو انت لو خدت بالك اول سر اجعل العادة واضحة. طب عكس واضحة صعبة، هتقول لي يعني انا هخليها صعبة ازاي؟ هقول لك والله مثلا تخيل معايا ان انت قمت قاعد على السرير، تقوم مدور على الكتاب مش لاقيه، هتقوم قايم تجيب الكتاب، هتقول لا قمت مش لاقي الكتاب، بتدور على الكتاب، فانت كده بتصعبها على نفسك. فاول قانون معانا اجعلها واضحة، يعني سهل على نفسك وخلي الكتاب جنبك في المكان اللي انت هتقرأ فيه، ان كان بقى على السرير، على المكتب، على الكرسي، في الأوضة، ايا كان، بس اجعلها واضحة. يعني خلي العادة واضحة قدامك. واديتك مثال عادة القراءة، انت والله هتقرأ على السرير فخليت الكتاب على السرير علشان تسهل العادة على نفسك، وتقوم قاعد على السرير فاتح الكتاب قارئ الكام صفحة اللي انت محددهم وقافل الكتاب ونايم. بالنسبة لتاني سر معانا وهو اجعلها جذابة. سامعك يالا بتقول لك جوزها، جوزها يالا، اجعلها جذابة يالا، تقول لك جوزها يالا. انت تفكيرك وصل للدرجة دي؟ طب يلا بقى. منك مشكلتك هي مش مشكلتك، هي حلاوتك. المهم مشكلتك ان انا عارفك انت بتفكر ازاي ودماغك بتروح فين. انت لو تفكيرك سالك قولي بس ماشي. المهم يا سيدي بص، انت علشان تخلي العادة جذابة عندك لازم تكون عارف انت ليه بتعمل العادة دي ليه اصلا. يعني انت ايه السبب اللي مخليك تعمل العادة دي؟ والله مثلا على سبيل المثال عادة القراءة، انا السبب اللي مخليني امارس عادة القراءة ان انا عايز اكون شخص ذكي ومثقف ومطلع على كل اسرار النجاح، اسرار الناجحين يعني. فبالتالي ده السبب اللي مخليني امارس العادة دي. فقمت ماسك في السبب. انا قعدت ما بيني وما بين نفسي قلت والله انا عايز اكون عادة القراءة. طب انا ليه هقرا اصلا؟ قعدت فكرت قلت عشان الثلاث حاجات اللي انا قلتهم لك دول، اكون ذكي ومثقف ومطلع على اسرار الناجحين. قمت ماسك فيهم. فبقيت كل لما اكسل عن عادة القراءة او اكونش مش قادر اقوم مفتكرهم اقول انا عايز ابقى كده، فاقوم ده بقى الحافز بتاعي اللي بيخليني اقوم امارس العادة. فانت والله مثلا اي عادة عايز تمارسها ايا كانت ايه، خلينا في عادة القراءة على سبيل المثال عشان ما تتوهش مني. انت هتقعد ما بينك وما بين نفسك تسأل نفسك انت عايز تكون عادة القراءة ليه؟ وطبعا اي عادة تانية بس خلينا في عادة القراءة على سبيل المثال. يعني والله انا عايز امارسها، انت بقى تفكر عايز امارسها مثلا علشان اكون ذكي القراءة، بطلع على كذا مجال ومش عارف ايه، اكون مثقف، اكون عارف الناس الناجحة دي بتفكر ازاي. اول ما تمسك في السبب اللي خلاك تمارس العادة امسك فيه كده، يبقى هو ده اللي هيخلي العادة عندك جذابة. تقول لي يعني ايه برضه؟ هقول لك والله انت دلوقتي مثلا هيجي عليك اوقات طبعا انت مالكش نفس تقوم تعمل، مالكش نفس تقوم تقرا ايا كان بقى، تقوم مفتكر الحاجات دي، يبقى ده الحافز بتاعك يخليك تقوم لا انا هقوم اقرا، لا عشان انا عايز ابقى كده فهو اعمل كده. فانت كل ما تكسل افتكر انت ليه بدات اصلا، فده يخليك ما تسيبش العاده نهائيا، وبكده تكون جعلت العاده جذابه. بالنسبه لثالث سر معانا وهو اجعل العاده سهله. على نفس المثال عادة القراءة، أول حاجة تخلي الكتاب في المكان اللي انت هتمارس فيه العادة زي ما قلت لك علشان ما تصعبش الدنيا على نفسك. تاني حاجة ودي الأهم، لازم تعرف إن التكرار والممارسة أهم من الكمية والوقت. طبعا انت بتقولي يعني ايه التعويذة دي؟ بص هي مش تعويذة ولا حاجة، خلاصة الجملة دي ان انت لازم تمارس العادة اكتر وقت ممكن، ولكن مش لازم تكتر كمية الصفح على نفسك علشان ما تملش. والمثال ده هيفهمك كل حاجة. تخيل معايا ان انت قدامك شخصين، شخص بيقرأ كل يوم ولكن بيقرأ صفحة واحدة مثلا، والشخص التاني بيقرأ 3 ايام في الاسبوع او يوم ويوم ولكن بيقرأ 5 صفح في المرة. فانت بالكلمة اللي انا قلتها لك دي ان التكرار والممارسة اهم من الكمية. تقدر تقول لي اني اللي هيكتسب عادة القراءة اسرع؟ طبعا الشخص الاولاني. ليه؟ ركز ليه؟ لان الشخص الاولاني بيمارس العادة اكتر من ده بيقرأ عدد صفح اكتر ولكن بيمارس اقل، اما ده بيمارس العادة كتير ولكن بصفح اقل، فده هيكتسب العادة اسرع من ده. لان انا قلت لك التكرار والممارسة اللي هو ممارسة العادة يعني يوميا او اكتر وقت ممكن اهم من الكمية اللي انت بتقرأها.
فالممارسة والتكرار أهم من الكمية. افتكر الجملة دي واوعى تنساها. بالنسبة لآخر ورابع سر معانا وهو اجعل العادة مشبعة. ما تستغربش، انت اصلا هتحب الكلام من اول دلوقتي. ركز بس معايا، ركز. اجعلها مشبعة. انت لو ركزت في الكلمة هتفهم معناها. يعني تكافئ نفسك. لازم بعد ما تخلص العادة اللي انت كنت بتمارسها ايا كانت ايه، تكافئ نفسك بأي حاجة. لازم تحط في عقلك اللاواعي ان العادة دي كويسة ولازم امارسها. مثلا انت محدد لنفسك انك هتقرأ كل يوم صفحتين. بعد ما تقرأ الصفحتين لازم تعمل اي حاجة انت بتحبها، مثلا تتفرج على فيلم انت بتحبه او تخرج تتمشى. المهم تعمل اي حاجة انت بتحبها. وعايزك تكون عارف ان دي اهم نصيحة لو عملت بيها هتفرق معاك كتير جدا في ممارسة العادات، وهتخليك ما تسيبش العادة اللي انت بتمارسها مهما حصل. وبس كده يا سيدي، دول كانوا اهم 4 اسرار هيساعدوك تمارس اي عادة وتتقنها ايا كانت ايه، وهيسهلوا عليك تكوين العادات. واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جاية كتيرة، وسلام.